السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا لولي ومعاكم من قناة لولي تشانل. والنهاردة هنعمل مع بعض الفول والطعمية في البيت بطريقة احلى كمان من المطاعم. اول حاجة هجيب كيلو فول من عند العلاف، هقوله عايزة فول بلدي للتدميس. هجيبه وانقعه من بالليل قبلها بيوم، يعني على الاقل تنقعيه مثلا 10 ساعات 8 ساعات، لو اكتر مفيش مشكلة. وبعدين بسخن مية في الكاتل، وبعدين بفضيها عليه، وبعدين بحطه على النار وبغطيه وبسيبه بقى يغلي مع نفسه. طبعا ممكن تضيفي اضافات كتير قوي، بس انا المرة دي حبيت اعمله خفيف كده من غير اضافات. لازم دايما وشه يبقى متغطي بالمية، كل شوية هكشفه وابص عليه عشان وشه يبقى متغطي بالمية وما يسودش. وهنا هضيف معلقتين كركم علشان يديه اللون الاصفر بتاع المطاعم برا. ودي طبعا اختياري، لو حابين ممكن تحطي معلقة صلصة، ممكن تحطي عصير طماطم، ممكن نحط شوية عدس اصفر، ممكن نحط شوية رز، كلها اضافات طبعا كل واحد زي ما بيحب يعمل. هي هنا كانت خلاص بقى الفول ابتدى ان هو يستوي معايا، وزي ما انتوا شايفين اتهرس بكل سهولة. خد على النار بالظبط ساعتين، ويمكن اقل من ساعتين كمان، وكان مستوي وجاهز. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض الطعمية. جبت الكرات ده من عند اي حد بيبيع خضار، وجبت كمان معاه كزبرة خضرة. بقطعهم، يعني بقطعهم صغير على قد ما اقدر. وهنا كان معايا الفول ده اسمه فول مدشوش، برضو بنجيبه من عند العلاف، ده كان نص كيلو. وكنت مقطعه عليه بصلتين، وكمان هحط عليه معلقة كبيرة من الثوم المفروم. وبعدين هضيف عليه الخضرة اللي انا بقطعها دي، زي ما بقولكوا كده كرات وكزبرة خضرة. ياريت ما تزودوش في الخضرة قوي وتزودوا في البصل قوي، لان كل الحاجات دي هينزل منها سوائل، وممكن تخلي العجينة يعني بتاعة الطعمية سايلة جدا، وممكن تفك منكم لما تيجوا تقلوها في الزيت. فالمقدار اللي انا بقولكم عليه ده كويس جدا. هضيف بقى الخضرة على الفول، وحطيت اهو الثوم زي ما انتوا شايفين. هقلبهم كويس جدا في بعض من غير ملح ومن غير اي بهارات خالص. وبعدين هضربهم في الكبة، مش هياخد معايا دقايق وهتكون جاهزة. ممكن لو عندك مفرمة او مفرمة يدوية اي حاجة، المهم ان احنا نفرم الفول بالخضرة بكل الحاجات دي مع بعض وتبقى زي العجينة. انا كنت هفرمها هنا في الكبة دي، بس ما اشتغلتش معايا، ما فرمتهاش احسن حاجة، ففرمتها في كبة تانية. هنا كانت اتفرمت شوية بس لسه ناشفة ومحتاجة تنعم اكتر، فهكمل ضربي فيها لحد ما تبقى ناعمة خالص. وممكن كمان تعملوها في الخلاط. هنا بقى الخطوة دي مهمة جدا وفرقت معايا قوي في العجينة. لو عندك مضرب كهرباء او عندك عجان ممكن تعمليه فيها. انا هنا بقى عملتها بالمضرب اليدوي، قعدت اضربها كويس جدا. الخطوة دي بتدي العجينة هشاشة، وكمان بتفتح لونها وبتخليها زي بتاعت بره بالظبط، يعني بتبقى عاملة زي الكريم شانتيه، خفيفة جدا، وبتبقى طرية وهشة من جوه لما بتيجي تقليها. هنا بقى حطيت عليها بيكنج باودر، وحطيت عليها شوية كزبرة، وقلت اجربها معاكم يعني اقليها. هنا بس كنت عاملة كام واحدة علشان اوريكم شكلها بعد القلي هيبقى عامل ازاي. بجد حلوة قوي وما فكتش. طبعا ممكن وانتي بتقليها تضيفي عليها بيض، تضيفي عليها اي حاجة، بس بجد هي هشة من جوه ومش محتاجة لاي اضافات. هو بس شوية بيكنج باودر، شوية كزبرة، شوية ملح. هنا بقى خلاص عبيت الاكياس بتاعة الطعمية والاكياس بتاعة الفول، وهشيلهم بقى في الفريزر، ووقت ما احب اطلع منها على قد الاستخدام. وبكده اكون خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديدة.